بص، انا عارف ان السنه اللي فاتت ما كانتش سهله على ناس كتير. في ناس حسوا ان هم ما حققوش حاجه، وفي ناس عدوا بمواقف صعبه، يمكن خساره، فشل، احباط، واوقات بنوصل لنهايه السنه واحنا مش شايفين اي امل في اللي جاي. بس خليني اقول لك حاجه، الحياه عمرها ما كانت سباق. مش لازم كل الناس توصل لنفس الحاجه في نفس الوقت، مش لازم تنجح بسرعه، مش لازم تحقق كل اللي نفسك فيه في السنه دي او اللي فاتت. الحياه بتاخد وقت، وكل واحد فينا عنده خط سير مختلف. السنه الجديده دي مش لازم تكون ضغط عليك. يعني لو كنت حاسس انك تعبت او مش قادر تبدا من تاني، خدها واحده واحده. مفيش مانع انك تقف شويه، ترتاح، تراجع نفسك وتفكر في اللي جاي بهدوء. المهم انك ما تقفش خالص. على فكره، كلنا بنمر بلحظات ضعف، وكلنا بنعدي بمراحل بنحس فيها اننا مش قادرين. دي مش مشكله، المشكله اننا نستسلم لليأس ونقول خلاص كده كفايه. لا، ما تنساش ان كل لحظه جديده هي فرصه تغير حاجه صغيره، فرصه تبني حاجه جديده. ولو حاسس انك لوحدك، حابب اقول لك انك مش لوحدك. كلنا بشر، وكل واحد فينا عنده معركته الخاصه. يمكن معركتك مش واضحه للناس، بس ده مش معناه انها مش مهمه. السنه دي خلينا نواسي نفسنا ونواصي بعض، نحب نفسنا اكتر، وندور على الحاجات اللي بتفرحنا حتى لو صغيره. عيش اللحظه وخليك مؤمن ان اللي جاي احسن، مش لانك لازم تحقق حاجه كبيره، لكن لانك لسه عايش ولسه عندك فرصه تغير اللي تقدر عليه. فلو انت بتسمعني دلوقتي، انا بس عايز اقول لك ان اقوى واكتر مما تتخيل، وانك تستاهل تعيش حياه هاديه ومليانه سلام. كل اللي محتاجه انك تاخد خطوه بس صغيره للسعاده، حتى لو كانت خطوه بسيطه قوي. الحقيقه احنا كبشر بنحب نقيم حياتنا من خلال السنين، نقول السنه دي كانت كويسه او السنه دي وحشه. بس بصراحه ده مش العبره مش في السنه نفسها، العبره في ان احنا عملنا ايه وازاي واجهنا اللي حصل. يمكن السنه اللي فاتت عدت بمواقف تخليك تقول انك خلاص مش قادر، او ان مفيش فايده، او حتى تحس انك لوحدك في الدنيا. بس بص، خليني اقول لك حاجه مهمه، كلنا بنعدي بمراحل زي دي، كلنا عندنا لحظات ضعف ولحظات بنبقى فيها متلخبطين ومش فاهمين احنا رايحين على فين. السنه الجديده دي فرصه، مش فرصه انك تقلب حياتك من فوق لتحت في يوم وليله، لا، لان ده وهم. الحقيقه ان السنه الجديده هي فرصه انك تبدا من جديد خطوه بخطوه. عارف يا صاحبي، لما تفكر كده في كلمه بدايه هتلاقي حاجه بسيطه جدا. مش لازم البدايه تكون كبيره، مش لازم تغير كل حاجه مره واحده. بالعكس، البدايه ممكن تكون انك تغير حاجه صغيره جدا، حاجه واحده بس، زي انك تبدا تحب نفسك اكتر، زي انك تبدا تسامح نفسك على الحاجات اللي حصلت. السنه دي عاوزين نركز على حاجه واحده، راحه البال. عاوزين نتعلم ازاي نعيش في سلام، ازاي نتقبل الحياه زي ما هي، ونتقبل نفسنا زي ما احنا. طيب ازاي نبدا السنه الجديده دي ونحس اننا مرتاحين؟ اول حاجه، قرر انك مش هتشيل هم كل حاجه مره واحده. خد الامور يوم بيوم. لو في حاجه مضايقاك حلها بهدوء واحده واحده. تاني حاجه، ما تخليش مواقع التواصل تضغط عليك. مش كل الناس اللي بتشوفهم عايشين حياه مثاليه بيكونوا سعداء. كتير منهم عندهم مشاكل زيك، بس هم بيظهروا الجانب الحلو بس. خليك عايش حياتك بالطريقه اللي تناسبك انت. واهم حاجه، حط في بالك ان الحياه لسه فيها خير، حتى لو الايام صعبه، حتى لو الظروف مش مساعداك، دايما في امل. وكل لحظه جديده هي فرصه انك تغير حاجه حتى لو كانت صغيره. فخليني اسالك، هل انت مستعد انك تبدا صفحه جديده؟ مستعد تبص للسنه الجديده على انها فرصه مش ضغط؟ ما تخليش الماضي يعطلك، خليه يكون درس يعلمك، مش حاجه تربطك. كل سنه وانت طيب، وخلينا نعيش السنه دي بامل وحب وراحه بال. وافتكر دايما انك مش لوحدك، وانك تستاهل انك تعيش حياه احسن. بص يا صاحبي، خليني اقول لك حاجه في اخر كلامي، الحياه دي عمرها ما كانت سهله ولا هتكون سهله. كلنا بنواجه صعوبات، وكلنا بنقع ونتعب، بس الفرق الحقيقي في اللي يقوم ويكمل واللي يستسلم. الحياه مش هتقف عشانك، وده مش كلام سلبي، بالعكس ده معناه انك لازم تكون مستعد دايما تغير، تحاول وتبني نفسك من اول وجديد مهما حصل. السنه الجديده دي مش هي اللي هتغير حياتك، انت اللي هتغيرها. قرار انك تبدا صفحه جديده ما بيجيش بتاريخ على التقويم، القرار ده بيجي من جوه قلبك لما تحس انك جاهز تتغير. خد قرار بسيط، انك تعيش السنه دي على مزاجك مش على مزاج الناس. ركز على الحاجات اللي بتفرحك، الحاجات اللي بتحسسك انك عايش. لو في حاجه مضايقاك او تعباك، ما تخافش تاخد خطوه بعيده عنها. ولو في حلم نفسك تحققه، ما تقولش بعدين، ابدا فيه دلوقتي حتى لو البدايه صغيره جدا. افتكر ان النجاح الحقيقي مش انك تكون عندك فلوس كتير او انك تحقق شهره. النجاح الحقيقي هو انك تكون راضي عن نفسك حتى لو كل الظروف حواليك ضدك. انك تقدر تبص لنفسك في المرايه وتقول انا فخور بنفسي، انا عملت اللي اقدر عليه. وفي النهايه حابب اقول لك، مفيش حد كامل ومفيش حياه مثاليه، كلنا بنغلط وكلنا بنتعلم. لو حسيت انك لوحدك، لو حسيت ان مفيش امل، افتكر ان دي مرحله وهتعدي. دايما في ضوء في اخر النفق، ودايما في فرصه جديده. السنه الجديده دي خليها سنه امل، سنه حب، وسنه تبدا فيها من جديد. ركز على نفسك، ركز على احلامك، وعيش حياتك بالراحه اللي انت تستحقها. وافتكر دايما انك مش لوحدك، وانك اقوى بكتير من اي حاجه ممكن تواجهها. كل سنه وانت طيب، وربنا يجعل السنه دي سنه خير عليك وعلى كل الناس اللي بتحبهم.